السجن هناك اصلا في اليونان كان عامل ازاي؟ سجن كامب مقفول، بيجي لك اكل عينات يعيشك. في لسه ناس محبوسه هناك؟ الدنيا كلها محبوسه هنا، يجي 5000 مصري. بتعرفوا تكلموا اهاليكم وانتوا هناك ولا تعملوا؟ تليفوناتنا معانا بس الكاميرات شايلينها، بيشيل الكاميرا من التليفون ويديك تليفونك. وكنتوا عايشين ازاي؟ بتاكلوا وتشربوا ازاي؟ اهالينا بتبعت لنا مصاريف نصرف وناكل ونشرب حتى مش هم اللي كانوا بيصرفوا عليكم؟ اكلهم اصلا اكل ما تعيش بيه. انتوا بتجيبوا فلوس من مصر عشان تعرفوا بنجيب فلوس تعيشوا؟ من مصر عشان نعرف نعيش. 11 شهر و20 يوم محبوس بصرف من مصر. انت اصلا كنت دافع كام عشان تسافر؟ المشوار كله لحد ايطاليا كلفني سكه 16000 يورو. ما كنتش تفتح مشروع 16000 يورو ما جوش مره واحده، يعني اربعه. بعد كده لما دخلت الكامب في اليونان 2000 محاميه، 3000 مثلا اللي انت قعدتهم كل شهر 300 يورو. لما خرجت المهرب عايز 4000 ونص، غير الفلوس اللي انت صرفتها في الطريق، غير كل بلد تتمسك فيها اصلا تتحبس. يعني احنا دخلنا عدينا على 9 دول، التسع دول اتحبسنا فيهم، واهانه وضرب وكل ده عشان الصور اللي بتاعت الدمو دي. كله جاي لابس نضيف زينا كده والدنيا حلوه واصلا بعد الطقم ده انت تروح البيت تلاقي نفسك ترجع من الشغل زباله والدنيا كلها زباله. ده كده وهم، والله بنوهم الناس، اقسم بالله بنوهم الناس. الفلوس اللي انت كنت دافعها دي كلها سديتها ولا عملت فيها ايه؟ ما سددتهاش، انا لسه بقالي 7 شهور هنا وبلطش يوم شغل، يوم لا، يومين 3 ما اشتغلتش لحد دلوقتي. يقول لك لازما ورق، عملت الورق واستلمت الورق الحمد لله. قال لك لازما ريديدنسا، عملنا الريديدنسا. قال لك لازما لغه. هي دي البلد. محدش بينفع حد هنا، ولا قريب ولا غريب.